السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلقات كويزي فاطمه. كنتمنى نلقاكم فيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم التورته بالكريمه، كتجي رائعه ولذيذه بطريقه سهله. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي اعجبتي لكم. خليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير الجنواز كنديروا 3 البيضات بحراره المطبخ، كنضيف عليهم قبيصه ديال الملح حسب الذوق، كيس واحد من السكر الفاني، وكنضربوا هاد المكونات مزيان بالضرب الكهربائي. بعد فاش كيولي الخليط ديالنا بهذا الشكل كنضيفو 150 غرام ديال السكر حبيبات، وكنستمروا في الخلط حتى كنحصلوا على خليط ابيض. فاش كنحصلوا على هذا القوام كنضيف ملعقه كبيره ديال زيت المائده وكنستمر في الخلط. وهذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. من بعد غادي نضيفوا الدقيق. هنا عندي 150 غرام ديال الدقيق مغربل كنضيفوه بالتدريج. ضفت معه كذلك كيس واحد من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام. كنخلط هاد المكونات يعني بسباتيل بهذه الطريقه، يعني من التحت للفوق. كنبقاو بنفس الطريقه حتى كندخل الكميه ديال الدقيق اللي عندنا كامله في الخليط. وهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا. من بعد ما كندخلو فيه الكميه ديال الدقيق كيكون بهذا الشكل. فرغت الخليط في الساخن دائري، دخلت الفرن مسخن مقبل على 150 درجه حتى كيطيب وكيتحمر، يعني من التحت من الفوق من الجناب. ومن بعد قديتو قطعته على 3 قطعة الجينواز. حصلت على 2 قطع صغار وحده كبيره. القطعه اللي كتكون كبيره درتها الوسط، 2 قطع اللي درتهم صغار درت وحده الفوق وحده لتحت. من بعد درت حشوه ديال كريم شونتي، زينتو من برا بالكريم شونتي. كذلك قديت غناش الشوكولا مع كاوكاو مهرمش اللي عطاني هذا الشكل. والتقديم ديالي كان على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي. الى وصفه جديده ان شاء الله.